يا أهلا بيكم يا أغلى عيلة في الدنيا. نورتوا قناة قصص واعترافات. قبل ما نبدأ حكايتنا النهاردة، عايزة كل واحد فيكم يجهز كوباية الشاي التقيلة بتاعته أو القهوة اللي بتظبط الدماغ، وتدخل أوضتك تقفل بابك عليك وتحط سماعاتك في ودانك، عشان الحكاية النهاردة محتاجة تركيز وخصوصية تامة. وزي ما عودتكم يا حبايب قلبي، القصة اللي بنحكيها هي دراما اجتماعية واقعية من قلب البيوت المصرية، بنحكيها عشان ناخد منها العظة والعبرة. وقبل ما ادخل في التفاصيل اللي هتشيب الشيب، انزل دلوقتي اخبط اللايك المتين لشوشو حبيبتك. ولو انت لسه جديد وما انضمتش لعيلتنا الكبيرة، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من قصصنا اليومية. ويلا بينا نسمي الله ونشوف بطلة حكايتنا النهاردة حصل معاها ايه. يلا بينا. الحكاية مش مجرد قصة بنحكيها ونمشي. النهاردة أنا بفتح لكم قلبي وأقول لكم سر لو بنتي عرفته حياتي هتنتهي. أنا أم فاطمة، أرملة بقالي 10 سنين. ال10 سنين دول ما كانوش سهلين. الواحدة زي السوس اللي بينخر الخشب. أنا عندي 52 سنة، بس الحمد لله لسه محافظة على نفسي وعلى جسمي، مهتمة بجمالي وبروحي اللي لسه شاب. بنتي فاطمة هي كل دنيتي. لما اتجوزت أحمد المهندس الشاب كانت فرحانة، وقلت ربنا عوضني بابني سند. أحمد ده شاب وسيم، عنده 32 سنة، عنده طموح، ودايما كان يعاملني باحترام وأدب. ما كنتش عارف إنه هيجي في يوم يتحول الاحترام ده لحاجة تانية. في بداية الحكاية، لما فاطمة أبوها كان مسافر وعنده شغل وراحت معاه، سافرت في رحلة شغل وكده يعني، وقعدوا فترة طويلة. لقيت جرس التليفون بيرن. المهم رديت على التليفون، لقيته أحمد. لقيته بيقول لي: يا حماتي أنا جاي في السكة علشان أطمن عليكي، محتاجة حاجة أجيبها لك معايا. قلت له: تنورنا، هو أنت عايز استئذان؟ أنت زي ابني. وصل أحمد ودخل البيت وجاب حاجات معاه. واليوم ده كان الجو حر جدا. أنا كنت لابسة براحتي في البيت، كنت لابسة يعني لبس مريح، ما كنتش يعني أقصد حاجة يعني، أنا كنت لابسة عادي يعني براحتي في البيت. بس لقيت أحمد بيبصلي بصات كده غريبة، مش متعودة عليها منه. المهم أحمد لاحظت عليه كتير إنه بيبصلي ويبص لمناطق كده، كان بيبصلي يعني كأنثى. وقعدنا وإحنا بنتكلم قعد يشتكيلي من فاطمة، يعني قال لي إنها كانت مقصرة معاه ومشغولة دايماً، ويعني كانت دايماً بيقول لي إنها باردة معاه في العلاقة. وقعد يشتكيلي يعني من غيابها معاه عليه يعني فترة طويلة، إنها مسافرة وبيبقى لوحده ومحتاجها معاه يعني عشان حقه الشرعي وكده. وبعدين هي كانت بيقول لي إنها ما كانتش مهتمة بأنوثتها، يعني إنها بتحط مكياج وتهتم بلبسها وجسمها. يعني بيقول لي يعني مش طلعالك يا حماتي، يعني انتي مهتمية بجسمك ولبسك، ويعني اللي يشوفك ما يديكيش سنك. الكلام ده بصراحة خلاني يعني أفكر، وخلاني أحس يعني بأحاسيس ما كنتش حسيت بيها قبل كده. يعني حسيت يعني إن في حد يعني أخيرا شافني كأنثى. يعني أنا بقالي 10 سنين، يعني جوزي طبعا كبر ويعني بيسافر كتير ومش مهتم وما بقاش بيقرب مني، وأنا طبعا نسيت الحاجات دي خالص. المهم قعد أحمد معايا شوية وقعدنا نتكلم، وأنا أقول له: معلش يا أحمد، يعني هي يعني عشان شغلها وعشان مش فاضية واستحمل وكده. بس هو يعني لقيته بيخش في المواضيع دي كتير، وإنه هو بيفتح في حاجات خصوصيات بينه وبين مراته مش راضي عنها. وهو بيتكلم عن الحاجات دي وبيبصلي بصات يعني أنا مش متعودها منه. فأنا عذرته
وقلت يعني يمكن عشان مثلا عشان بنتي مش هنا وهو يعني حاسس بوحدة. المهم بعد أسبوع كان عندي شوية غسيل ورحت أشغل الغسالة، لقيت الغسالة ما بتشتغلش وعطلت عندي. طبعا أنا ست ولوحدي، فكرت إني مش هقدر أجيب حد غريب وأدخله يصلحها لي. ففكرت شوية وقلت مفيش غير أحمد، متعلم وعنده خبرة. رحت كلمت أحمد فقال لي حاضر يا حماتي أنا جايلك. ومفيش نص ساعة ولقيت برس الباب بيرن، فتحت له ورحبت بيه. ولما جه بدأ يفك ويصلح في الغسالة وأنا كنت واقفة جنبيه. واليوم ده الجو كان حر قوي، وأنا طبعا لابسة براحتي في البيت وعادي، ده إيه ده جوز بنتي. المهم أحمد وهو بيصلح الغسالة وهو مميل وأنا رايحة جاية بقدمه ميها وعصاير، وملاحظة عليه برضو وأنا ماشية بيبص، وأنا رايحة وأنا جاية بيبصلي. فبصراحة النظرات بتاعته دي تخلتني أنا بفكر، وخلتني أرجع للأفكار زمان وأنا كنت رايحة جاية كده بجيب له عصير وامسح له العرق. وفي لحظة وهو كان قايم كده لقيته مسك إيدي، يعني كأنه بيسند عليا. فمسك إيدي دي، فحسيت إن جسمه كله اتكهرب وما بقتش قادرة أقف. المهم طول ما أنا ماسكة إيده معايا وأنا ما سبتش إيده، لقيته بصلي في عيني وقال لي بصوت واطي كده: انتي ليه يا حماتي؟ انتي لسه جميلة وشابة، انتي لسه في عز شبابك، ولسه زي الفرسة اللي عايزة خيال، وأي حد يتمني يكون خيالك. أنا ضحكت بكسوف كده عاملة مكسوفة، وقلت له: يا حمد عيب الكلام ده أنا حماتك. بس أنا من داخلي وجوايا كنت حاسة إحساس تاني، كأني في بركان شغال. المهم بدأنا نلعب بالكلام، وبدأ الكلام يحلو واللعبة تحلو، واللعبة حلوت في عيني. وبدأت أشوف إن أحمد ده، إن هو ده الراجل اللي هيرجع لي شبابي وأنوثتي، إن هو ده جوز بنتي. تفكيري يجي فيه إن هو ده الراجل اللي يرجع لي شبابي ويحسسني بأنوثتي. والراجل اللي هيرجع لي شبابي ويحسسني بأنوثتي. فاطمة بنتي قعدت فترة طويلة مسافرة، ولما أحمد كل شوية كان بيتصل بيا ويجي يطمن عليا، وطبعا بنقعد نتكلم ونحكي في كل حاجة. وفي يوم أحمد اتصل بيا وقال لي: يا حماتي أنا قلقان عليكي من قعدتك وحدك، وخايف عليكي، وبتنامي في البيت وحدك وجوزك مش موجود، وبنتك فاطمة مش موجودة. فأنا هجيلك أبيت عندك عشان أونسك، لحسن حرامي ولا حاجة تخش عليكي وانتي لوحدك. المهم قلت له اتفضل يا أحمد تعالى. المهم جه وقعدنا نتفرج على فيلم، وكان الفيلم حلو من اللي قلبكوا يحبه. وقعدنا وطفينا النور وقعدنا نسمع، وهو كان جايب معاه شوية لب وشوية سوداني، وقعدنا نتسلى ونتكلم. ولقيته بدأ ويقرب ويضحك ويمسك إيدي ويتكلم عن مشاعره اللي كتمها من أول يوم شافني فيه. وأنا طبعا بقت المسائل مش مستحملة، وعرق ومية، وانتوا عارفين طبعا لما اتنين يبقوا قاعدين مع بعضيهم يبقى الشيطان تالتهم. المهم الشيطان في اللحظة دي غمي عينيا خالص، وبدأ يزين لي الحب والمشاعر ويغويني. والمهم لما بدأ يقرب أنا ما قدرتش أقاوم استسلمت في لحظة ضعف خلتني أكسر كل معاني العرف وكل الحرام والحلال. ما كنتش شايفة غير إني رجعت ست تانية، ما كنتش سامعة غير كلام الغزل اللي محرومة منه. لكن لما الصبح طلع والشمس كشفت كل حاجة، جوايا حسيت بالندم. وبعدين قعدنا فترة على الحال ده. المهم جه في يوم فاطمة رجعت. اللحظة اللي غيرت كل حاجة ما كانتش مواجهة ولا خناقة. اللحظة كانت لما فاطمة رجعت من السفر وجت لي البيت وهي طايرة من الفرحة. دخلت حضنتني وقالت لي: يا ماما أنا ممتنة ليكي قوي، أحمد حكالي إنك كنتي بتعامليه كأنه ابنك في غيابي، وإنك شلتيه في عينيكي. أنا محظوظة بيكي وبالزوج اللي بيحبك ويحترمني.
الكلمة دي كانت زي السكينة اللي بتقطع في قلبي. بنتي بتشكرني على خيانتي ليها. بصيت في عيونها البريئة وشفت سواد عمري كله. وفي اللحظة دي بصيت لأحمد اللي كان واقف وراها وبيدعي البراءة. شفت في عينه نظرة نصر مقرفة، نظرة خلتني أحس إني رخيصة قوي، وإني كنت مجرد وسيلة بيفرغ فيها طاقته وينتقم بيها من بنتي. هنا أدركت إن الاستمرار في الطريق ده معناه قتل بنتي بالبطيء. قررت إني لازم أقطع العرق وسيح دمه. طلبت أقعد مع أحمد لوحدي وقلت له كلمة واحدة: يا أحمد، لو رجلك خطت عتبة البيت ده وأنا لوحدي، أو فكرت تلمحلي بكلمة واحدة، أنا هقول لفاطمة كل حاجة، وهخرب بيتك وبيتي، ونروح إحنا الاتنين في داهية. ابعد عني وعن طريقي وخليك لبنتي، كفاية اللي ضاع مني. أحمد في الأول حاول يتمسكن ويقولي أنا بحبك، بس وقفت في وشه بقوة الأم اللي بتدافع عن شرف بنتها اللي هي نفسها ضيعته. قلت له الحب ده شيطان، والست اللي تخون بنتها ما تستاهلش تتحب. اخرج من هنا وما تورينيش وشك غير وانت معاها. دلوقتي أنا عايشة غريبة في وسطهم، بروح أزورهم وأنا حاسة إني شايلة جبل فوق ظهري. أحمد ما بيجرؤش يبص في عيني، وفاطمة لسه فاكرة إننا سمنة على عسل. أنا خايفة من يوم الحساب، وخايفة السر ده ينكشف في يوم ويقتل بنتي بحسرتها. يا جماعة، أنا بحكي قصتي دي عشان أحذر كل واحدة. ستر ربنا غالي قوي، ما تفرطيش فيه عشان لحظة ضعف. البيوت ليها حرمة، والحدود لو اتكسرت ما بيكونش وراها غير الخراب. أنا دلوقتي بدعي ربنا يسامحني، وبحاول أكفر عن ذنبي بالصلاة والدعاء لبنتي إن ربنا يسترها معاها. تفتكروا يا متابعيني، هل اللي عملته ده كفاية؟ هل البعد والندم بيمحوا الخطيئة؟ ولا أنا المفروض أصارح فاطمة وريح ضميري حتى لو خربت بيتها؟ هستنى رأيكم في التعليقات بكل صراحة، وأشوفكم في قصة جديدة.